السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. وصفتنا نهار اليوم هي عبارة عن كيكة بحجم عائلي وبذوق الليمون، راح تجي بزاف بنينة. مكوناتها بسيطة جدا، موجودة في كل بيت. نروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. هنايا في إناء جبت 4 حبات نتاع بيض، يكونوا على درجة حرارة الغرفة، ما يكونوش باردين من الثلاجة. زدت عليهم كاس تاع سكر عادي، هذا الكاس يرفد 220 مليلتر. زدت عليهم غرفه صغيره تاع لافاني ورشه نتاع ملح. راح نخلط كامل هذه المقادير بالباتور. من الاحسن نخلطهم بالباتور، وإلا ما عندكمش الباتور ما عليش بالفوي، بصح نخلط مليح مليح حتى يطلع لي الخليط وتبدل اللون تاعو. شوفوا الخليط هنا كيفاه ولا ضاعف الحجم تاعو وتبدل اللون تاعو. راح نضيف هنايا كاس غير باع نتاع زيت، كاس الا ربع نتاع زيت. راح نحطه على 3 دفوعات، غير بشويه هكايا 3 مرات، ونخلط بالباتور. ونزيد ثاني كاس غير باع نتاع حليب يكون دافي، ونزيد نخلط مليح بالباتور. هنايا راني قلبت الخليط تاعي في اناء واحد اخر، خاطر الاناء الاول كان صغير وفاضل لي كاع الخليط منه. هنايا زدت 2 كيسان نتاع فرينه مع 2 ساشيات نتاع خميره الحلويات. ساشي يوزن 10 غرام. هنا حنغربلهم، لازم نغربلها الفرينه باش ما يخرجوليش هذوك الحبيبات. هنايا حنخلط غير بشويه بالملعقه. شوفوا كيف ولا الخليط. مع التالي في الاخير زدت عليهم نص حبه تاع قارص عصير، نص حبه تاع قارص، ومغرفه صغيره تاع بشور الليمون. على زدتهم في الاخير باش تقعد النكهه تاعهم، خاطر كان درتهم من الاول شويه تولي ما تبانش البنه تاعهم. من الافضل نديروهم مع التالي. هنايا جبت سنيوه فيها 36 على 26 سنتيمتر، دهنتها بالزبده كما شفتوا، نص مغرفه تاع زبده، ورشيت عليها شويه فرينه باش ما تلصقليش الخبزه تاعي. وفرغت الخليط تاعي بهذا الشكل. راح نسيي نخبطها بهذا الشكل باش يجيو الحبات تاوعي متساويين. ومن بعد درتها في الكوشه، كنت شعلتها من قبل، درتها طيب على درجه حراره 180 مده 15 دقيقه. هنايا راح نحضر الكلاصاج تاعي. هنايا درت نص حبه تاع ليمون معصوره، زدت عليها 4 مغارف تاع ما زهر، زدت عليها ملون اصفر. انا حبيت اللون يخرج لي اصفر، اللي تحب دير الوردي ولا تخليها هكاك بيضه. ومن بعد نبدا نحط بشويه سكر كلاص حتى نحس بلي كلاصاج تاعي بدا يعقد. هنايا خصني السكر كلاص، ما كانش عندي متوفر لي بزاف، على هذيك جاتني جاريه شويه. هنا راهي طابت الكيكه تاعي، شوفوا كيف جات. راح نفرغ عليها هذاك الكلاصاج وشويه جاري، من الاحسن يجي عاقد.
هنا شوفوا كيفاه كي جاني جاري ولا تتحب تبان الخبزه، تبان شوف كيفاه تبان ما تغطاتش مليح. هنايا راح نقسم الخبزه تاعي، راح نطراسي بهذا الشكل. كي قسمتها خرجت لي 20 قطعه. ومن بعد نرش عليها هذه الحبيبات تاع الحلوى، نقولوا لها فيرميسيل. هنايا نوري لكم قطعه تشوفوها كيف جات من الداخل، جات عاليه وجات بنينه بزاف وخفيفه. ان شاء الله تجربوها تردوا لي الخبر في التعليقات. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه اخرى، والى اللقاء.